بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة وتم التسليم. أعزائي وحبايبي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عودة بعد غياب، ولكن هذه العودة إن شاء الله أتمنى إن هي تبقى عودة حميدة، ولكن رجعت لكم بعد فترة غياب، ولكن رجعت لكم وأنا منصوب عليا. أنا يا جماعة اتنصب عليا، وأنا اتعلم عليا، وأنا اتعامل معايا الغلط، واتعامل معايا الجلاشة، وانا بصراحه يعني شاعر بالحزن جدا والاسف للي حصل. موقف صادم جدا جدا، وموقف صعب جدا جدا، وموقف انا مش قادر اتجاوزه بصراحه. والمفروض يعني ايه يعني اللي يحصل مع موقف زي كده يتدارى، يعني يتدارى كده جوه الحيط ومحدش يشعر بيه. لكن انا من محبتي ليكم ومحبتي لكل المتابعين لازم ان انا انوه عن هذا الامر وعن اللي حصل ده، عشان محدش يقع يا جماعه فريسه في حاله النصب اللي حصلت للمستر. حاله النصب بتتلخص في الاتي. انا كنت بقبض المرتب او الراتب بتاعي في بتاع الشهر اللي فات ده. انا راجل مدرس وبقبض تمام، معايا فيزا وبنقبض من الاي تي ام عادي يعني. في يوم من ذات الايام من اسبوع 10 ايام كده رحت عشان اقبض. وانا بقبض دخلت على الاي تي ام و ضربت الرقم السري وقبضته تمام وزي الفل يعني. مشيت شويه تمام. بعد الاي تي ام بشويه كده فقابلت حد يعني وجهه يعني ملائكي. انا مش لاقي وصف يعني اكتر من كده بصراحه يعني. وجهه ملائكي، وراجل يعني التقوى والورع والايمان ويعني والسماحه وبص وكل والنعومه وكل حاجه حلوه في الدنيا متجمعه في الراجل ده. الراجل ده يا اخوانا قابلني قال لي لو سمحت يا استاذ. قلت له اتفضل يا فندم. نصا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وهو هيجهش بالبكاء. انا كنت هعيط من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بتاعته دي بصراحه يعني. قلت له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي. قال لي انت راجل محترم، وباين عليك الصلاح، وباين عليك التقوى والايمان، وباين عليك ان انت راجل يعني بتسعى في عمل الخير، ما شاء الله عليك. وجهك منور. انا اصلا كان وجهي منور من الحر، انا كنت لسه حالق، انا مش شعر اصلا، فكنت يعني لسه منعم شعر كده والجو حر قلت له حبيبي والله يعني اداني كلام كده حسسني بالثقه بالنفس، وحسسني بان انا يعني ايه يعني انت فاهم بالغرور كده اللي هو اسمعه للاخر يعني. قال لي بص انا هقول لك على سر، والسر ده خلي بالك من الحركه عشان ما تقعش فيها، انا غير مسؤول. قال لي انا هقول لك على سر، والسر ده يا ابني يعني بص بالله عليك ما تعرفش لحد. القصه دي تخليها في سرك كده واوعى حد يعرفها. قلت له خير يا مولانا، يعني في ايه يعني؟ قال لي بص انا في صله بيني وبين ربنا كده، في روحانيات بيننا وبين بعض. في دعاء يعني حاجه معينه كده بدعي بيها ربنا بتتحقق لي اي حاجه اقولها. قلت له ما شاء الله يعني. قال لي انا قلت نادرها كده ان انا اول واحد اقابله بوشه كده في الصلاح والتقوى والايمان، انا هدعي له الدعاء ويعني هيبقى له نصيب من الحاجه ديت يعني. قلت له يا عم مفيش مشكله. قال لي انت معاك فلوس؟ قلت له معايا. انا خلاص بقى اتثبت يعني، انا خلاص بالكلمتين اللي هو المقدمه اللي دخل بقى عليها دي خلاص هو جابني يعني هو خلاص انت فاهم. فقال لي ممكن 200 جنيه. فرحت مطلع 200 جنيه يعني، انا قبض المرتب كله 200 اصلا يعني كده فخد ال 200 جنيه. قال لي امسكها في ايدك شويه، مسكتها في ايدي شويه، قعد يبص للسما وقعد يدعي كده بكلام كده انا مش فاهم يعني ايه، بس كلام كده يتمتم كده بكلام، وراح واخد مني 200 جنيه. قلت له عادي، ما جاش في بالي اي حاجه نهائيا ممكن تبقى فيها غلط نهائي. قلت له اتفضل. خد ال 200 جنيه وقعد يدعي، وراح حاطط ال 200 جنيه في جيبه كده وقعد يتكلم برضه ويدعي، وانا مركز في الدعاء بقى. وراح مطلعهم وراح حاططهم في ايدي، قال لي ما تبصش فيهم، خد الحاجات ديت وحطها في ايه في جيبك دقيقتين بس واحنا واقفين مع بعض يعني. قلت له يا عم مفيش مشكله.
خدتهم وبتاع، قعد برضه يدعي. قال لي طلع كده الحاجه اللي انا اديتها لك. المهم طلعت، لقيت ال 200 جنيه 300. لقيت 200 بتاعتي وعليها 100 وملفوفين في بعض، يعني ايه مش محطوطه عليها، لا ده في وسطها كده. انا بصراحه يعني انا افتكرت كل انا طلعت 300 بس انا مطلع 200 ورقه واحده. انا بقى التقوى والايمان بقى وجسمي اشعر كده، وكنت هش في البكاء، ويعني مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل له ايه واتصرف ازاي يعني. فقال لي ده انت ولد تقي وما شاء الله عليك يا استاذ، وانت. قلت له والله يا عم انا يعني كده كتير والله، وانت ما شاء الله عليك وانا بقى عايز اتمسح فيه بقى كده، واللي هو اعمل كده يعني من الورع والحاجات اللي هو فيها يعني. قال له والله ده السر بيني وبين ربنا كده، ودعاء معين انا بدعيه، بس بالله عليك السر ده ما حدش يعرفه، عشان لو حد عرفه مش هينفع مع حد تاني يعني. ادعي لك تاني. قلت له يا عم مفيش مشكله. قال لي طب بص هات 1000 جنيه. قلت له يا عم عادي، ما خلاص بقى، ما الدنيا بقى. هو فكني في الاول بقى، هو يعني عارف انت لما تضرب تحط الباسورد الاول، حط لي الباسورد ودخل بقى هو على الداتا بتاعتي بقى، دخل على السيتنج بتاعتي. تمام. طلعت ال 1000 جنيه 5 مكانات. المهم راح جاي ايه لا كان ميات. وراح جاي واخده مسكتهم في ايدي برضه زي كل مره، وقعد يدعي ويتمتم وبتاع ومش عارف ايه ويقول ويعيد وكده. المهم راح وهو واخدهم زي ما احنا متعودين، وراح ماسكهم في ايده وقعد يدعي، وراح جاي حاططهم في جيبه وقعد يدعي وتمتم تمام. وراح جاي مطلعهم مديهم لي طبعا من غير ما هو يقول لي حطهم في جيبك من غير ما تشوفهم، انا كده كده فاهم يعني، ما خلاص ما يعني احنا لسه مجربين من ثواني. ورحت واخد الحاجه منه ورحت حاطها في جيبي بقى. قال لي بص دول عشان مبلغ كبير مش هينفع ان انت ايه يعني تطلعهم بعد دقيقتين يعني، فهنخليهم 10 دقائق كده. قلت له يا عم ربع ساعه مفيش مشكله. قال لي ان شاء الله ربنا هيرضيك فيهم، وان شاء الله ربنا هيرضيك، وانت محترم، وانت. قلت له طب. قال لي بس انا بقى هستاذنك عشان انا بقى ايه عندي راح ميعاد لدكتور وعندي ناس مش عارف ايه. قلت له طب اجي اوقف لك توك توك طيب ولا كده؟ طب عايز فلوس؟ قال لي يا استاذ اول ما قلت له فلوس زي ما كنتش شتمته. ما تقولش كده، اوعى تقول كده خالص، فلوس ايه اللي اخدها منك يا استاذ؟ ربنا يرضيك ومش عارف. راح هو موقف توك توك، جيت انا حاسب له، قال لي لا خلي ايدك في جيبك بقى عشان الحاجات، وركب التوك توك ومشي. تمام. انا مشيت، عدوا ال10 دقايق وانا بتمشى كده. قلت خليهم ربع ساعه، يعني ال10 دقايق دول فتره الحضانه ديت يعني هتجيب 500، طب ما انا اخليهم تلت ساعه ويجيبوا 1000 يعني. تمام، على اساس ان هم بيولدوا في جيبي يعني. وبعدين كميه الورق اللي هو اداهم لي او كميه الفلوس يعني مسكانهم كبير يعني ضخم كده، مش يعني اكتر من 1500 يعني. قلت يا الراجل ده عملهم لي 10000 ولا ايه؟ خلص ومشي هو، وانا ماشي قعدت بتاع تلت ساعه نص ساعه ل5 كده، ورحت مطلع الايه الفلوس عشان اطمن على ال1000 بقت كام الف. وانا بطلع الفلوس يا جماعه بفضل الله والحمد لله رب العالمين يعني، وكل شيء نصيب يعني. طلعت لقيت دول، لقيت ال1000 جنيه اديتها له. تمام. ورق كراسه سلك ملفوفين كده، ملفوفين كده كده، وادهم لي كده. وهو بيديهم لي بقى، ادهم لي بطريقه بقى اللي هو ايه عارف انت تكنيف يعني، كنفهم كده. رحت جاي مدي في جيبي لقيت دول كده. من ساعتها يا جماعه اقسم بالله وانا في حاله هستيريا من الضحك، هستيريا كوميديا. وكنت اتمنى يعني، انا هو اتاخد مني 1000 جنيه، انا كنت اتمنى ان هو ياخد المرتب كله بصراحه، لان فعلا فكره وخطه وذكاء ودهاء يعني. انا تعظيم الراجل ده، لو كان شايفني دلوقتي، انا بضرب له تعظيم سلام بامانه. انت علمت عليا، انت عملت معايا الغلط، انت يعني عايشتني في حاله نفسيه ممتازه من وقت ما حصل. واقسم بالله كميه كوميديا، انا بقيت بكلم في نفسي وبضحك وانا ماشي، الناس بتقول الراجل ده اتجنن ولا ايه. فيا ريت يا ريت اي حد يقابلك يقول لك طلع 100، طلع 50 عشان يبقى الريان ولا يبقى مهند طبعا بيدي لك، كان بيدي ولا الريان كان بيدوا المستريحين كان بيدي لك الفايده بعد شهر.
ده بيدي لك الفايده في ثانيتها، يعني في نفس الثانيه بيدي لك الفايده. اي حد يقول لك انا مستريح كده وبين ربنا وكده، اوعى اوعى تطلع، ولا انت هتندم، هتندم والله العظيم. يعني ده نصيحه لوجه الله. ليلتكم سعيده.